السلام عليكم ورحمة الله متابعي الكرام، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غيكون عبارة عن تحضير هذا الصابلي الرائع السهل والبسيط الاقتصادي. تبعوا معايا الفيديو على بركة الله. غادي نبداو. عندي هنا أول حاجة كندير قبيصة ديال الملح وكاس ديال العنبة، سكر سنيدة، 3 المعالق مارغرين أو الزبدة، 2 بيضات بحرارة المطبخ، وكنخلط هاد المكونات مزيان. كنخلطهم بيديا باش نساعد سنيدة والزبدة باش يندمجوا ليا مع البيض. وهنا كيبقى السر ديال هاد الصابلي، باش ما حكيتو هاد المكونات مزيان كيعطيكم صابلي مقرمش وكيجينا بحال مورق من الداخل. غنستمر بهاد الطريقة حتى كنحصل على خليط بهذا الشكل. كنضيف كيس ديال الفاني من فئة 7 الغرامات، تقدروا ديروا معلقة ديال الفاني بودر. هنا ضفت كاس قل ربع، يعني كاس العنبة مع مرش ديال الزيت نباتية. الا استعملتو الزبدة الحيوانية غادي ديروا غير نص كاس. صدقوني هاد الصابلي كيجي رائع رائع، واحد البنة فيه بحال دوك لي بتي بوغ اللي كنشريو في محلات، واحد الريحة رائعة. هنا ضفت 2 معالق كبار ديال كوكو او جوز الهند، هو باش كنسمو هاد الصابلي كيعطينا واحد المذاق رائع. وخديت هنا كيس ديال الخميرة من فئة 7 الغرامات، حتى هو نقصت منه معلقة صغيرة، ما كملتش الساشية كاملة. وكنخلط هنايا المكونات حتى كنتحصل على خليط شبه كريمي. ودابا غنضيف الدقيق الابيض او الفرص. هنا استعملت 300 الغرامات في الاول وزدت 300 غرام، يعني مقدار ديال 4 الكيسان تقريبا ونص حتى 5 الكيسان ديال العنبة من الدقيق الابيض، على حسب الدقيق ديالكم اذا كان كيتشرب مزيان ولا لا. صافي وكنجمع العجينه غير بالاصابع، ما تعجنوهاش مزيان. صافي حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون متماسكه، ما كتلصقش وما تكونش قاصحه عاوتاني ولا ناشفه. وهذه هي العجينه ديالي، قسمتها على 3 الكويرات كما كتشوفوا، راه كنحط فيها صبعي وكيهبط. غادي ناخذ بلاستيكه هنايا باش نقرص العجينه ديالي. الا بغيتو تخليوها ترتاح في الثلاجة ممكن، انا خدمت بها في نفس الوقت، ما خليتهاش ترتاح. هنايا السمك ديال العجينه كما كتشوفوا معايا خصها تكون غليظه شويه، ماشي بحال الصابلي اللي كنلصقوه، حيت هذا ما غاديش نلصقوه، غيبقى غير قطعه وحده. انا خديت هذا المدلك المدرج غير باش ندير هذا الشكل هذا، باش ندير هذه الخطوط. الا ما عندكمش ماشي ضروري. وخديت هذه القطعه هذه اللي بهذا الشكل مربع. نتوما تقدروا تستعملوا اي شكل عندكم، كيبقى لكم الاختيار. المهم هو الفكرة والمقادير، وكتبقى الطريقة كل واحد وطريقته.
صافي هنا بعد ما كملتها في التقطاع جبت الطاوة اللي غندخل الفرن، فرشتها بالورق المطبخ او ورق الزبدة. صافي وغادي نبدا نحط الصابلي ديالي غنحطو في الطاوة. هنا هاد الطريقة كتجي اسهل وعملية. صافي وهنا دخلته للفرن اللي سخنته من قبل على درجة الحرارة مهيلة، وحطيته الفوق. وكما كتشوفوا هنايا يخرج ليا محمر وزوين، واحد الريحة خارجة منه يا سلام. حتى تجربوه ان شاء الله وغتعرفوا علاش كنهضر. كيجي مقرمش وبنين بنين بديك النكهة ديال الكوكو اللي درنا فيه. وهنا بطبيعة الحال حيت درت الكوكو في العجينة غادي نستعملو في التزيين، وخديت الشوكولات الابيض ذوبته مع معلقة ديال الزيت. وهنا استعملت الشوكولات الابيض حيت المذاق ديالو خفيف ماشي بحال الشوكولاتة السوداء، باش ما يغطيش ليا على الذوق ديال الكوكو. بغيت يبقى عندي داك الذوق ديال الكوكو في الصابلي. صافي والتزيين كيبقى اختياري، انا اختاريت نزينو بهذا الشكل. كنغطسو في الشوكولات وكندوزو في الكوك. صافي والشكل الثاني كما كتشوفوا هنايا راه غادي ندير ليه نفس الطريقه، غنغطسو في الشوكولات وغنزينو بحبيبات التزيين اللي كيكونوا متواجدين عند بائعي لوازم الحلويات. وهنا كل سيده كتقدر تفنن كما بغات في التزيين. صافي وكنجيب واحد الشبكه او طبسيل كندير فيه السلوفان، كنحط فيه الصابلي ديالي حتى ينشف ليه الشوكولات باش ما يلصقش ليا، باش من بعد غنحيدو من السلوفان. هاد الصابلي او البسكويت تقدروا تقدموه هكايا يعني بدون تزيين، راه فيه واحد المذاق رائع ما يحتاج اصلا للتزيين. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه وهاد الصابلي وتجربوه ان شاء الله العيد. ونضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، ودائما في وصفات الحلويات الاقتصاديه والبسيطه لعيد الفطر المبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.